بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها ولونها؟ حاجة بقى النهاردة هنعملها تحفة بمناسبة دخول المدارس أو في الأكل العادي. احنا كلنا النهاردة جنبها رز بسمتي بالبسلة والجزر، كانت خطيرة. أكلة من الأكلات الخفيفة الجميلة جدا اللي هتحبيها قوي، بترمي كتير، ما شاء الله عليها، سهلة في عمايلها زي ما هنشوف دلوقتي. هنعمل مع بعض الفراخ المدخنة أو صدور الفراخ المدخنة. هتروحي إن شاء الله كده للفرارجي تقولي له اديني الفص بتاع الصدر، يعني الحتة اللي هي بيقطعها بانيه بس مش هيقطعها لك. خلاص، تغسليها كويس وتصفيها من المية زي ما احنا شايفين كده. وتعالي نشوف المكونات اللي هنحطها عليها. اول حاجة معايا هنا نص كوباية من عصير البصل. بصل حلو كده اعصره واخد منه المية بتاعته بس وارمي التفل. ونص فنجان من صويا صوص، ونص فنجان من الزيت. ومعايا هنا معلقة ونص من المستردة، ومعلقة ونص من صوص الباربيكيو، على فكرة متوفر جدا وفي السوبر ماركت. ملح وفلفل وسبع بهارات وتوم بودرة وبابريكا مدخنة. ادي كل البهارات بتاعتي، ما بحطش حاجة زيادة لان السبع بهارات وافية وفيها كل حاجة، مفيش اي زيطة. بالنسبة لصوص الباربيكيو اماكن كتير جدا كمان بتبيعه بالكيلو، يعني مفيش معاكي هنا مشاكل في الطلبات بتاعة الوصفة نفسها. بتحطي بقى عصير البصل على الزيت، على صوص الباربيكيو، على الصويا صوص. وبنحط مع بعض المستردة وصوص الباربيكيو بتاعي. خلاص كده. وبنحط بعد كده التوابل. خلاص يا ست الكل، قلبي لي بقى كل الكلام ده مع بعضه كده تقليبه حلوه. اظن مفيش اسهل من كده، حاجات مش كتيره وسهله وما تلبخش وزي الفل. بس كده ادي التتبيله بتاعتنا. هنقلبها كويس واحده واحده كده مع بعضنا في بوله غويطه وحلوه، تاخد العدد اللي انت جايباه من الفراخ. ممكن تجيبي اي عدد، يعني انا هنا جايبه حوالي كيلو من الصدور. خلاص، هي بنفس سعر البانيه، هي بنفس سعر البانيه، مش اغلى ولا حاجه. خلاص، بتحطي بقى الفراخ بتاعتك من غير بقى ما تربطي بخيط ولا تخرميها ولا الكلام ده كله. هي الفراخ نفسها بتشرب الخلطات بسرعه. فانا هحطها هنا واشربها كويس بالتشريبه اللي انا عاملاها دي مع التتبيله اللي احنا عملناها دلوقتي. يعني شبعيها من كل الجوانب كده، ما تعمليش فيها اي حاجه. مفيش اي تعقيد في الوصفة يا جماعة، والله الوصفة اسهل مما يكون يعني، وسهلة جدا. حلو الكلام. الكلام بقى ده كله بيتحط في التلاجة على الاقل 3 ساعات او 4 ساعات. الاحسن واللي انا عملته ان انت تبيتيها من بالليل للصبح في التلاجة، ده المظبوط بقى، ده المثالي اللي انت تعمليه في الوصفة. هبيتها في التلاجة متغطية طبعا من بالليل لغاية الصبح، واقوم ان شاء الله اشوف هنعمل ايه مع بعض في التسوية بتاعة الوصفة. خلاص كده باتت في التلاجة، ريحتها تحفة، شربت التتبيلة وحتى باين على لونها اهو. يعني حاجة بصراحة لسه ما عملناش، ما ولعناش عليها النار، والريحة تحفة. معايا هنا معلقة من الزبدة، ومعايا هنا نص فنجان من الزيت، بحطهم على النار على نار عالية، ده شرط التسوية، النار بتاعتها تبقى عالية. عايزاهم يسخنوا كويس جدا ويتقطعوا مع بعض. وبعدين ببتدي احط الصدور بتاعتي واحدة واحدة كده، والنار عالية جدا عليهم، مش عايزة النار واطية علشان ما ينزلوش مية. انا عايزاهم ياخدوا صدمة ويتشوحوا كويس في المادة الدهنية. شايفين كده اتشوحوا من كل الجوانب وبقوا زي الفل. بقية التتبيلة بقى باخدها احطها عليهم، التتبيلة اللي كانت عندي التشريبة بتاعتهم. وبحضر كوباية من المية المغلية، لازم المية تكون مغلية. بحطها على الصدور بتاعتي واقفل عليها الغطا. الكلام ده بقى بيقعد على النار يستوي كويس جدا لحد ما المية دي تنشف تماما. هو خلاص كده استوى. بتقلبيها بقى على كل الجوانب تاخد اللون الجميل اللي انت شايفاه ده. والله يا جماعة كمان الإضاءة ظلمها، هي لونها حلو جدا، لونها أحلى كمان من كده.
حلو الكلام. انا كده خلصت. هنبخر الكلام ده كله بقى بالحلويات دي. معايا قرنفل، روزماري، زعتر، ورق لورا، كل الحاجات العطرية الجميلة لميها في طبق صغير كده، وولعي فحمتين، وتعالي بخري معايا القمر اللي احنا عاملينه النهاردة ده. الخطوة دي بتنقلها في حتة تانية. لا تتخيلوا يا جماعة كان طعمها تحفة قد ايه. والطريقة دي كمان بتخليها جوسي وجميلة ومش ناشفة خالص. خلاص. ببخرهم بقى بشوية زيت وبقفل عليهم، واسيبهم بقى ايه لحد اما البخار ده يهدى، وياخدوا بقى الروايح الجميلة بتاعة الاعشاب العطرية الحلوة اللي احنا حطيناها مع بعضنا دي. حلو الكلام لحد كده. خلاص كده بردت وحطيتها في طبق. وكده وصفتنا خلصت في التسوية. ناقص بقى مرحلة بتاعة التقطيع. قبل ما اقطعها لازم احطها في التلاجة 4 5 ساعات عشان تبقى متماسكة وانا بقطعها، واقطعها زي ما انا عايزة. يعني هي هنا انا مقطعاها تخينة لان احنا كنا بناكلها جنب رز بسمتي. لكن انتي لو هتعملي سندوتشات رفعي التقطيعة عن كده، يعني خلي التقطيعة رفيعة عن كده. هتبقى سهلة معاكي لما تسقع وتقعد تبرد في التلاجة 4 5 ساعات، هتبقى أحلى. خلاص. ادي كده يا ستي وصفتنا النهاردة. شايفين رامية معانا قد ايه موفرة وجميلة وطعمها حلو وتغيير. وهسيب لكم برضو لينك اللانشون اللي عملناه مع بعض في القناة. يبقى كده عندك وصفتين لسندوتشات المدارس واللانش بوكس بقى، والأمهات كلها بتحتار تقوم تعمل ايه الصبح. حاجة خفيفة وجميلة للأولاد، وحتى بتبقى باردة، يعني ما بتضطريش تسخني ولا تقفي قدام البوتاجاز ولا أي حاجة. تعمليها في السندوتشات كده على طول وبألف هنا. احنا هنا بقى النهاردة عملناها جنب رز بسمتي بالبسلة والجزر، وكانت تحفة. يلا بقى فين اللايكات الحلوة؟ لايك وشير وسبسكرايب لبيت ماما بطة، وتحياتي ليكم.